الخير حبايبي، جيت لكم اليوم بوصفة جديدة حبايبي. هذه لشد الوجه وإزالة التجاعيد الخطوط الخفيفة من الوجه حبايبي. هذه الوصفة من تتكون من زبد البحر، هذا من نروح للبحر نلقاه على الشاطئ يعني يم الرمل. هذا زبد البحر، زيت الخروع، هذا زيت الخروع، وحليب سائل. نطحنه، هذا زبد البحر من نطحنه هيك يصير عقد كوب، ملعقة كوب زبد البحر المطحون، ملعقة استكان زيت الخروع ما نكثر، ملعقة استكان حليب سائل، ملعقتين كوب. هاي أنا خلطتها حبايبي هيك يصير. نظل هواي يعني حبايبي لازم احنا نطحنه كلش ناعم. هاي شوفوا صار مثل العلوشة، هذا يصير مثل العلوشة. هذا نخليه على الوجه، خليه على الخدود، خليه على الخشم، خليه على القصة، بكل مكان بس جو العين ما نخليه. هذا شوك قد 20 دقيقة على الوجه، لا نحكي ولا نضحك، نشوف الوجه راح يشد. ورا ما يشد الوجه وصارت 20 دقيقة نقوم ان نشطف الوجه مثل ما علمتكم الطريقة. دافي اول مرة وبعدين ماي بارد ونغسله بالصابون. ورا ما نغسله بالصابون ننشفه عدل بالخاولي على كيفنا، مو حيلك نجر الوجه، على كيفنا ننشفه. وبعدين نحط مغذي مال بشرة، تخلين مثل ما علمتكم مغذي بشرة. واذا ما عندك مغذي بشرة شوي زيت الزيتون تحطين تمسحين الوجه، يعني الوجه يصير حلو، لان ورا كل قناع الوجه شوي يصير جاف. ونخليه مثل ما قلت لكم 20 دقيقة و3 مرات بالاسبوع. ومن تحطينه لا تضحكين ولا تحكين. وحبايبي هذا الماسك مالتنا او القناع لهذا اليوم حبايبي، ان شاء الله يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، والما مشتركين يشتركون. وشكرا حبايبي.